أول شيء أشكر أخوي عامر الوهابي، والحقيقة إني ما قد كتبت قصيدة غزلية إلا مرة واحدة. بيتين: يا خوخ يا رمان يا تين يا جح، يا ثوم يا بقدونسة يا طماطة. القصيدة والله واجد، لكن ايش رايكم في باب القصيدة الفكاهي له مجال؟ قالوا لي التركة لازم ثانوية، وانا مغار الكفاهة وذوب جايبها راحت علي، يوم كان الوضع بيدي يوم الجهل مالك النفسية، وقلبها وقررت اواصل عشان اوضاعي السيئة، وظيفتي ما يكفيني مرتبها، عودت المدرسة في محو الأمية، مجبور فيها والأمانية، براغبها سجلت فيها بفزعات وجاهية، شقيت نفسي والأدرية وش مكاسبها، وصلت شهر مقاعدها الأمامية، دروس أشارك بها ودروس أجنبها، يقفل علينا تقول بوسط محمية، راحت مهابة الحانة مع شوربها، وجانا مدرس وشكله ناوي النية، عيونه تروع ودايم مقلبها، مدرس نحو يا نعنب وحية وانا الدراسة. وجانا مدرس وشكله ناوي نية، عيونه تروع ودايم مقلبها، مدرس نحو يا نعنب وحية وانا الدراسة، عشان النحو سايبها، وكتب كلام لا عامة ولا عربية، وحمر عيونه وقال لي قوم واعربها، وقمزت من راعتي واعطيته تحية حسبها مسريتنا يدربها. قمزت من راعتي واعطيته تحية حسبها مسريتنا يدربها، وزعل علي وقال لي انتبه لي الجملة اللي على السبورة اعربها، وجلست مرتاح لهذه ولدي، ضيعتها رجع الساعة حزت مكربها، وراح المدير وقال لي يشتمت فيها ما يطرد مدرستنا لا يقربها، بعد اقول استاذنا وبكى منا بحنية، طرفتني ما انت خايف من عواقبها، كانك تعاني من ظروف شخصية، وش ذنبنا يوم نفصل من سبايبها، سبايب الترقة درست ليلية، وظيفتي ما يكفيني مرتبها يسا، ما في ضميرك لي ماوية، مجبور أكمل ولو ماني برغبها، ما تدري إن المرأة معها الثانوية وأنا مغار الكفاء ودوبي. طبعا قصيدة الجزل هو القصيدة الحقيقي، لكن احنا في فرح وناسة نبي نمشي على هالطريق. تبون الجزل حرمنا الجزل، تبون الفقاهة عن الفقاهة. في قصيدة عنوانها الموظف الصغير. طبعا اي شخص او طالب ياخذ الجامعه ما يقدر موظف صغير، فهي يقول وعمر السامع يطول: سرنا مثل من سار في الدنيا على غير انتظام، أما ناكلها في الحانة ولا تمشي بالجبر، لا نجح مشروع قلنا يا سلام ويا سلام، وليرسم مشروعنا قلنا قهر، والله قهر، في الليل عند عيالنا والصبح نسرح للدوام، والمنضبط منا ما يطلع يذن للعصر، ما بين ثابت واستعد وعود خلف ويصير امام ودور على نفسك الصدق بقلتك فقر بجد. ما بين ثابت واستعد وعود خلف ويصير امام ودور على نفسك وصك بقلتك فقر
قدر يروح عمرك ومن طرف البال تخطب لك مدام، روح استدن ددسن وعيش العمر في عيشة كدر وفي ليل عرسك. قلت بطنطخ مع ضبية العدام ومع دخلتك وياهم ومدين قدمك تنتظر وبديت بالتفكير. يقول نشهد ومع دخلتك وياهم ومدين قدمك تنتظر وبديت بالتفكير وسونك تعض بالابهام. قالت على من قلت بد خجلان والخيت النظر واخذت لك 5 سنوات تهين والعالم ايام هذه يطوف قصد والثاني ما يقبل لك عذر. غديت مع مكينة الصراف دايم في زيام لين كتبت لا عاد اشوفك وانت حسابك صفر. لخلصت بدوامك يوشحك المدير اكبر وسام، ولو كان يفهم كان يصفط لك ولو قيمته جفر. وذاك يوم انه ما غير انتهى مردوع الوشام. وشلون حالك في المعيشه لو خلفتوا بزر ثلثين شعب المملكه عايش على هذا الكلام، والثلث الاخر عاش في خيرات ثلثين. الفقر نارد على عد المراجل مثل ما تردى الحيام، ولا يقهر الرجال غير بقصر حبلها. لا قصر رحنا نطقطق مير كثر الطق ما فك الحام. واللي نبي من هالسنة عود يفلي فن قرل شافنا يقول يا عمري يا قلبي يا حرام، وهو لا عمره هو لا قلبه لعله للكسر وكل يرى السنة. واللي نبي من هالسنة عود يفلي فن قرل شافنا يقول يا عمري يا قلبي يا حرام، وهو لا عمره ولا قلبه لعله للكسر وكل يرى نفسه على الثاني. وقل الاحترام ولا تعرف اللي شايف نفسه من اللي محتقر اللي معه ناقه يرى نفسه على راعى الحمام، وراعى الحمامه شايف نفسه على راعى البقر. وكل يرى نفسه على الثاني. وقل الاحترام ولا تعرف اللي شايف نفسه من اللي محتقر اللي معه ناقه يرى نفسه على راعى الحمام، وراعى الحمامه شايف نفسه على راعى البقر. وراعى البقر زارع على راعى البيضة والمسام. والطيب اللي لمل بطنه من النعمة شكر من فكر الا في الدراهم والعيال وفي المنام. قل التواصل بيننا ونشهد اننا في خطر لجرويت نسفه وطار منا في شمام. ولا ودك نسولف معك خصوصي 3 شهر.